في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 العالم كله كان حابس أنفاسه لمتابعة الصدام الناري بين أسود الأطلس وأسود التيرانجا السنغال ضد المغرب. بس بعد الماتش الكلام ما كانش عن تكتيك وليد الركراكي أو صلابة الدفاع السنغالي، الكلام كان عن خوارق الطبيعة. إشاعات وتقارير بدأت تنتشر زي النار في الهشيم وبتقول إن نهائي القارة ما كانش مجرد ماتش كورة، ده كان ساحة للصراع بين خديجة المغربية وديالو السنغالي. واحنا في بعد الدقيقة 90 بنرصد لك تفاصيل مريبة. احنا احيانا بتشوف في الملعب حاجات مش مفهومة، كورة والجون فاضي واللاعب يجي يشوطها وتخبط في حيطة خفية او يقع فجأة في لحظة حسم مباشر وكأن حد شد رجله. وخليني اقول لك ان خلف اضواء الملاعب ديت في ناس كتير بقت بتؤمن ان الماتشات مش بتتحسم بصافرة الحكم، لكن اللي ممكن يحسمها تميمة سحرية او طقوس الجوجو او الفودو الافريقية الشهيرة. والنهاردة هنحكي ليه المغاربة صمموا يطردوا فوطة مندي، وليه نيجيريا نزلت الملعب تسرق حجاب من قلب الشبكة. استعد لاننا داخلين منطقة المحظور. شد كرسيك وهات مشروبك المفضل وتعالى ندخل في عالم موازي لعالم كرة القدم. ما أغرب ما رأيناه أمس في موضوع الفوطة بتاع إدواردو مندي. يا جماعة أنتوا بتعملوا إيه؟ هو أوسمن في نيجيريا لما بيروح أوروبا بياخد معاه حاجة عشان يعمل فيها سحر ويسيبها؟ لو فاكر ان اللي بيحصل في الملاعب الافريقية هو مجرد احتفالات جماهيرية فانت محتاج تراجع نفسك. لو بتروح الاستاد في البطولات الكبيرة فهتلاحظ دايما روائح غريبة جدا، بخور كتير وزيوت بتترش في كل حتة. الجماهير العادية بتفتكر ان هي عطور او برفانات خاصة مجانية بتتوزع، بس الحقيقة المرة ان ديت تعويذات واعمال بيتم تنفيذها داخل المدرج وعلى بوابة الملعب عشان تأثر على نفسية الخصم. الموضوع كمان ما بيقفش عند الجماهير، لا ده كمان وصل للمدربين واللعيبة، لدرجة ان احنا عندنا هنا في بعد الدقيقة 90 في تقارير استقصائية بتؤكد ان في لاعبين بيقوموا برش سحر او دماء قرابين على القوائم عشان الكرة ما تعديش خط المرمى، وكأن القائم بقى عليه حارس خفي. ده في ناس كمان بتدفن عظام حيوانات معينة تحت النجيلة او خلف المرمى عشان يضمن الهزيمة للفريق التاني. انت متخيل حجم الصراع النفسي وصل لايه؟ انت بتلعب ضد 11 لاعب وضد قوة تانية انت مش شايفها. وعشان اثبت لك ان الكلام ده ليه اصول خليني احكي لك قصة من اغرب ما سجلته ذاكرة الكان. هاخدك من ايدك ونرجع ورا شوية مش بعيد قوي، يعني لحد سنة 2000 كده. البطولة كانت في نيجيريا وكانت هي المستضيفة وعلى وشك ان هي تودع البطولة بفضيحة على ارضها وملاعبها قدام السنغال برضه في ربع النهائي. السنغال كانت فايزة 1-0 لحد الدقيقة 85. الكرة رافضة تدخل المرمى بشكل اعجازي، في العارضة في القايم الحارس بيتصدى الكور المستحيلة، اللاعب بيقع في ال6 ياردة. الجمهور النيجيري في حالة ذهول وكأن في جدار بيمنع ان الكرة تخش. وفجأة وسط التوتر ده واحد من الاداريين في الجهاز الفني نيجيريا لاحظ خيط غريب مربوط في شبكة المرمى السنغالي. الاداري دوت ما كدبش خبر وطلع يجري زي البرق وشال الحجاب دوت اللي كان مربوط في الشبكة. والمفاجأة اللي صدمت القارة كلها ان بمجرد الحجاب ده خرج بره الملعب وفي اقل من دقيقتين نيجيريا بتسجل التعادل، وفي الوقت الاضافي بيسجلوا كمان هدف الفوز. لعيبة السنغال انهاروا تماما وكأن المفعول انتهى. الصحافة النيجيرية وقتها كتبت بالبنط العريض: لقد هزمنا سحرهم بلمسة واحدة. نرجع بقى للنهائي بتاعنا اللي هو من السنغال للسنغال تاني. الحكاية بتبدأ بمشهد الفوطة الشهير اللي احنا كلنا شفناه، اللي كانت جنب ادوار مندي حارس مرمى السنغال. كان كل شوية ينشف وشه ويمسح الجوانتي، مشهد طبيعي جدا في ظل الملاعب والجو الشتاء اللي كنا شايفينه. الغريب بقى ان حارس السنغال التاني كان واقف طول الماتش حارس على الفوطة ومش راضي حد يلمسها. وعشان تبقى فاهم حارس السنغال التاني ده هو حارس مرمى نيس، يعني مش قليل في البلد برضه. بمجرد ما يديها لمندي يمسح الجوانتي يرجع ياخدها بسرعة ويحافظ عليها، وكأنه دوره في الملعب مش حراسة المرمى، لا ده حراسة فوطة مندي. لعيبة المغرب لاحظوا الموضوع ده وبدأت الشكوك تلعب في دماغهم، هو ليه الحارس ده مهتم بالفوطة كده؟
حصل بقى اشتباكات وكاميرات العالم كلها صورت، ولاعيبه المغرب طلعوا يجروا ورا الحارس عشان ياخدوا منه الفوطه. تخيل منظرك، لاعب محترف بتلعب في اوروبا وبتسيب الماتش وبتجري ورا فوطه. رجال امن بقى، اطفال جميع كرات، حتى لعيبه المغرب كله كان بيجري هدفه حاجه واحده بس، احنا عايزين الفوطه دي عشان يرموها للجمهور. واحنا في الدقيقه بعد الدقيقه 90 فسرنا بان الفريق المغربي خايف من الفوطه ديت عشان لا يكون فيها العمل اللي منع ان الكوره تدخل الجون، وكانوا عايزين يرموها لاشخاص تبعهم عشان يفكوا العمل ده. الموضوع زاد غليان ان في اخر دقيقه بعد ما اتلغى للسنغال هدف بيتحسب عليها ضربه جزاء، لعيبه السنغال انسحبت وحصل كل اللي احنا شفناه والاحتجاجات الكبيره اللي حصلت. تحسب برضه ساديو ماني انه رجع تاني اللعيبه، والجو مشحون والغضب موجود في كل مكان في ارجاء الملعب. يجي ابراهيم دياز يلعب الكوره بطريقه مزريه جدا، بس قبل ما يلعبها الكاميرات رصدت ادوارد مندي بيعمل حركات غير طبيعيه جنب الفوطه قبل ما يروح يقف على الخط، والنتيجه دياز بينفذ الكوره بشكل سيء جدا لدرجه ان خلى الجماهير المغربيه ربطت بين ضياع الكوره وبين سحر الفودو المشهور في السنغال. واللي زاد الطين بله ان المغرب خسرت والسنغال ما دخلش فيها ولا هدف، لدرجه ان الكره فعليا ما عدتش خط المرمى طول ال 90 دقيقه. المغرب خرجت بتقول احنا خسرنا بفعل فاعل، وبالتحديد فعل الفوطه المسحوره، وبدأ يتردد اسم خديجة المغربية وديالو السنغالي كرمز للصراع اللي كان داير تحت النجيلة وفي الهوا. في النهاية يا صاحبي الحكاية دي بتفتح باب لأسئلة كتير. هو فعلا السحر حقيقة واقعة يعني بتتحكم في مسار الكورة في أفريقيا، ولا هو مجرد شماعة بيعلق عليها المهزوم إخفاقاته عشان يريح ضميره؟ احنا في بعد الدقيقة 90 بننقل لك الصورة كاملة وبالتفاصيل اللي محدش لاحظها في حماسة الماتش. دلوقتي جه دورك، شاركنا برأيك. لو كنت اتفرجت على الماتش تفتكر ايه التفسير المنطقي لموضوع الفوطة؟ وليه لاعيبة المغرب صمموا ياخدوها؟ وانت بتصدق ان الجوجو او الفودو ممكن يوقف كورة داخل الجون؟ مستني تعليقك يا حريف، وما تنساش تدعمني بلايك والاشتراك في قناتك بعد الدقيقة 90 عشان هنكشف سوا كل المستور. سلام.